منورين الحلقة الجديدة اللي ريحتها شياط وتحديات. بص يا سيدي، النهاردة إحنا قدام حالة فريدة من نوعها، حلقة بتجمع بين الفن والفزع ولغة البيزنس اللي ما بترحمش. هل سألت نفسك قبل كده ليه نجم كبير طوله زي الدولاب ممكن يرضى يدخل عشة فراخ؟ الإجابة يا صديقي مش بس في الضحك، الإجابة في السيستم. ألفت تحية، الوحش في مواجهة ليفل الوحش. عارف إحنا النهاردة بنتكلم عن مين؟ عن النجم اللي البنات بتشوفه شوجر دادي والستات بتشوفه فورمة الساحل، النجم ماجد المصري. بس ماجد النهاردة ما كانش داخل يصور مسلسل دراما، ده كان داخل لعبة الحبار النسخة المصرية، أو زي ما بنسميها ليفل الوحش. هل العضلات دي هتصمد قدام الكهروستاتيكا والدخان؟ ده اللي هنعرفه. صلب الموضوع، الحكاية وما فيها. بص يا عزيزي، الموضوع بدأ بمدخل سكويد جيم مرعب. ماجد دخل ومعاه بازوكا رفيقه في الرحلة المنحوسة. الرحلة اتقسمت لعدة مستويات. ليفل الريش والفزع. ماجد نجم الأكشن طلع بيخاف من الفراخ. تخيل يا صديقي الكاريزما دي كلها بتهتز قدام كتكوت. هنا بنشوف تبسيط لمفهوم الفوبيا اللي بتكسر أي هيبة. الاستجواب تحت الضغط. الأسئلة هنا ما كانتش عادية، دي كانت أسئلة اقتصادية بحتة. رامز بيسأل: بتبيع تاريخك عشان الفلوس يا ماجد؟ بتوافق اسمك يتكتب بعد فلان ليه؟ وده بينقلنا لخانة التحليل الاقتصادي للسوق الفني، حيث المصالح بتتصالح. المتاهة والكهرباء. الحب الصادق في الحساس، وهنوقف بإيدينا الماس. جملة غريبة بس كانت مفتاح النجاة من الصعق الكهربائي. ماجد اضطر يفك شفرات ويفتح دباديب ويواجه ريحة وحشة، كل ده هو بيحاول يحافظ على ثباته الانفعالي اللي ضاع في أول دقيقة.